بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي الغاليين طلبة تالتة إعدادي، أهلا بيكم في أول محاضرة من محاضرات مادة الدراسات الاجتماعية. معاكم مستر أحمد جمال مدرس الجغرافيا والتاريخ للمرحلة الإعدادية والثانوية. حبايبي الكتاكيت الصغيرين دول نزل لنا منهج جديد جميل جدا. المنهج ده بيكمل سلسلة المناهج اللي احنا كنا درسناها من سنة أولى إعدادي لحد ما وصلنا لتالتة إعدادي. قال لي بقى المنهج بتاعنا بيتكلم عن ايه؟ قال لي بيتكلم عن حاجة اسمها قارات العالم الجديد. احنا خدنا السنة اللي فاتت قارة آسيا وأوروبا، وخدنا سنة أولى قارة إفريقيا. احنا بقى السنة دي إن شاء الله هنكمل باقي القارات اللي موجودة في العالم. قبل ما نبدأ كده أنا عايزك تسمي الله وتصلي على سيدنا محمد، ويلا بينا. بص يا شباب، احنا خدنا السنة اللي فاتت قارة آسيا وقارة أوروبا وقبلها قارة إفريقيا، واتفقنا إن العالم ده مكون من حاجة اسمها اليابس والماء. اليابس ده اللي هو متمثل في القارات اللي احنا عايشين عليها. القارات دي عددها 7. لما نيجي نعدهم كده هبص الاقي ان انا عندي 7 قارات. ال7 قارات دول هم اللي احنا عايشين عليهم. لما اجي ابص هلاقي ان انا خدت قارات بقول عليهم قارات العالم القديم. دول الإنسان اللي كان عايش عليهم من زمان جدا، اللي هم قارة آسيا، قارة إفريقيا، قارة أوروبا. دول بقول عليهم قارات العالم القديم. إنما القارات التانية اللي احنا لسه قايلينها دول بقول عليهم قارات العالم الجديد، عشان الإنسان راح لهم متأخر شوية وقعد فيهم وسكن واستقر فيهم متأخر شوية. عشان كده قال لي الراجل في المنهج بتاعنا ده بيقول ان احنا عندنا حاجة اسمها قارات العالم الجديد. قارات العالم الجديد دول بيضموا 4 قارات. عند قارة امريكا الشمالية، قارة امريكا الجنوبية، وقارة استراليا، والقارة القطبية الجنوبية. لما نيجي نبص بقى دول على الخريطة عاملين ازاي، قال لي يا مستر انا عندي دي خريطة العالم واحنا كلنا عارفينها وشفناها قبل كده كتير. لما اجي ابص هلاقي ان انا عندي قارة اسيا موجودة في أقصى الشرق، وعند قارة إفريقيا اللي في النص دي، وعند قارة أوروبا اللي موجودة في الشمال. التلاتة دول مع بعض كده بقول عليهم قارات العالم القديم. وعند بعد كده قارة أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، وقارة استراليا اللي تحت دي، والقارة القطبية الجنوبية المتجمدة. يبقى أنا عندي تلات ثلاث قارات موجودين، قارات بقول عليهم قارات العالم القديم، وعندي 4 قارات بقول عليهم قارات العالم الجديد. طب يا مستر انا عايز اعرف بقى مين اكبر قارة من حيث المساحة. خدناها السنة اللي فاتت وقلنا ان اكبر قارة من حيث المساحة من حيث الحجم هي قارة اسيا. تاني اكبر قارة هي قارة افريقيا. تالت اكبر قارة هي قارة امريكا الشمالية، ودي اللي احنا هندرسها النهاردة. يبقى قارة آسيا رقم 1، قارة إفريقيا تاني أكبر قارة رقم 2، قارة أمريكا الشمالية هتبقى رقم 3، قارة أمريكا الجنوبية هتبقى رقم 4، القارة القطبية الجنوبية أو القارة المتجمدة هتبقى رقم 5، قارة أوروبا هتبقى رقم 6، وأصغر قارة في العالم هي قارة أستراليا. يبقى أكبر قارة يا مستر في العالم هي قارة آسيا، أصغر قارة في العالم قارة أستراليا. احنا دلوقتي يا مستر هناخد ايه؟ قال لي يا مستر انا بقى انا ببدأ اشوف بس توزيعة القارات ومساحتهم، عشان لما اجي اقول لك يا مستر قارة امريكا الشمالية دي بتبلغ رقم كام من حيث المساحة وسط قارات العالم، هتقول لي ثانية واحدة. المستر كان محفظني ان قارة اسيا هي اكبر قارة، بعد كده قارة افريقيا، يبقى رقم 3 قارة امريكا الشمالية. قال لي بقى لما نيجي نبص هلاقي ان ايه، هلاقي ان قارات العالم الجديد دول زي قارة امريكا الشمالية بتبلغ رقم 3، او بتحتوي على رقم 3 من بعد ايه، من بعد قارة اسيا وقارة افريقيا. طب بعدها على طول قال لي قارة امريكا الشمالية رقم 4. طب قارة انتاركتيكا او القارة القطبية الجنوبية هتبقى رقم 5. طب قارة استراليا هي اصغر قارات العالم وهي رقم 7 من وسط قارات العالم. طب انا دلوقتي هل يا مستر القارات دي مهمة؟ طبعا لو ما كانتش مهمة اكيد ما كناش خدناها عندنا في المنهج. اذا القارات دي مهمة. تعال بقى نشوف هي مهمة في ايه. انا عندي في تعريفين مهمين جدا كنت باخدهم من سنة رابعة ابتدائي، وهو الموقع الفلكي
والموقع الجغرافي. وكنا بنقول يا مستر الموقع الفلكي ده اللي انا بوصف بيه المكان بس على الخريطة. لما اجي اقول لك ما المقصود بالموقع الفلكي، هتقول لي يا مستر الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. وكنا دايما بنوصف كده ان قارة اسيا بتمتد من دايرة عرض كذا لدايرة عرض كذا، ومن خط طول كذا لخط طول كذا، وكنا بنحدد المكان بتاعها على الخريطة بالظبط. انا دلوقتي زي ما كنا خدنا السنين اللي فاتت الموقع الفلكي لقارة آسيا وقارة أوروبا، وقبل منها الموقع الفلكي لقارة إفريقيا، فده دورنا النهاردة إن إحنا ناخد الموقع الفلكي لقارة أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وقارة أستراليا. تعال نمسك بقى. أنا اتفقت قبل كده معاك وقلت لك إن إيه؟ إن العالم ده عنده مجموعة من الدوائر العرض اللي بتقسم الكرة الأرضية نصين كده زي دائرة الاستواء، وعندي مجموعة من خطوط الطول أهمهم الخط اللي بيقسم الكرة الأرضية بالنصف من الشمال للجنوب اسمه خط جرينتش، وده أنا ببدأ أحدد من عليه. قال لي قارة أمريكا الشمالية بتقع كلها في نصف الكرة الأرضي الشمالي. ليه يا مستر؟ لأنها بتمتد ما بين دايرتين عرض من 7.5 شمالا لحد 83 شمالا. يعني أفهم من كده إن لما أنزل كده وأشوف قارات العالم تاني هبص ألاقي إن قارة أمريكا الشمالية اللي هي لونها أخضر دي كلها في نصف الكرة الأرضي الشمالي، بتمتد من دايرة عرض 7.5 شمالا لحد 83 شمالا. طيب هل يا مستر انا عندي ده اللي في النص ده بالظبط؟ لحظه واحده كده بقى. انا عندي اللي في النص ده على الخريطه لما نيجي نرسم كده اللي في النص ده بقول عليه خط الاستواء، ده اللي بيقسم الكره الارضيه نصين. النص اللي فوق ده اللي انا رميت فيه سهم فوق ده بقول على ده اسمه الشمال، والنصف اللي تحت ده بقول عليه الجنوب. طب يا مستر هي قارة أمريكا الشمالية موجودة فين؟ هتقول لي يا مستر موجودة في الشمال. ليه؟ لأنها بتمتد ما بين دايرتين عرض من 7.5 لحد 83 شمالا. وعندي الخط اللي في النص ده اللي بيجي بالطول اسمه خط جرينتش، ده اللي بيقسم الكرة الأرضية نصفين، نصف في الشرق ونصف في الغرب. طيب هل قارة أمريكا الشمالية موجودة في الشرق ولا في الغرب؟ هتقول لي يا مستر قارة أمريكا الشمالية موجودة عندنا في الغرب. فلما أجي أبص كده هلاقي إيه؟ هلاقي إنها بتمتد من 7.5 شمالا لحد 83 شمالا، وما بين خطين طول أقل من أول 10 غربا، يعني من أول 10 غرب خط جرينتش لحد 168 غربا. يعني أفهم من كده إن قارة أمريكا الشمالية كلها موجودة في نصف الكرة الأرض الشمالي الغربي. طيب كلام جميل. طب قارة أمريكا الجنوبية؟ قال لي قارة أمريكا الجنوبية موجودة في النصف الجنوبي، معظمها في النصف الجنوبي، وفي حتة صغيرة من أمريكا الجنوبية موجودة في النصف الشمالي. تعال نرجع تاني ونبص. أنا عندي قارة أمريكا الجنوبية اللي لونها بامبي ده، لما اجي ابص هلاقي ان قاره امريكا الجنوبيه في جزء صغير كده منها في الشمال وبقيتها كلها موجوده في الجنوب. طب اذا هي يا مستر بتمتد ما بين، هقول له يا مستر بتمتد ما بين دايرتين عرض 12 شمالا، يعني 12 شمال خط الاستواء، الى 56 جنوبا، يعني 56 جنوب خط الاستواء، وبتمتد ما بين خطين طول 35 غربا لانها كلها برضه في نصف الكرة الارض الغربي لحد 81 غربا. يعني افهم من كده ان معظم مساحة قارة امريكا الجنوبية موجودة في نصف الكرة الارض الجنوبي الغربي. طب قارة استراليا؟ قال لي قارة استراليا دي قارة صغيرة موجودة في الجنوب الشرقي. لما نرجع تاني ونبص هلاقي ان قارة استراليا هي قارة صغيرة جدا وموجودة في أقصى الجنوب وموجودة في الشرق. إذا ما فيش حاجة اسمها غرب عندها بقى. هي بتمتد فين يا مستر؟ قال لي بتمتد من أول 10 جنوبا لحد 44 جنوبا، يبقى هي في نصف الكرة الأرضي الجنوبي. وبتمتد كمان ما بين 113 شرقا ل 178 شرقا. يعني ايه 113 شرقا؟ هقول لك يعني 113 شرق خط جرينتش اللي احنا رسمناه ده. خط جرينتش اللي احنا رسمناه دي بتمتد، هفضل اعد 113 خط طول لحد ما نوصل لقارة استراليا. ومن هنا بقى ببدأ اعرف
قارة استراليا بتمتد ما بين خط طول كام لحد خط طول كام. طب كلام جميل. افهم من كده ان قارة امريكا الشمالية وامريكا الجنوبية هما الاتنين متشابهين في حاجة، ان هما الاتنين موجودين في نصف الكرة الارض الغربي، وان قارة استراليا موجودة لوحدها في نصف الكرة الارضي الشرقي. طيب لما اجي ابص بقى، احنا خدنا ان في تعريفين، قلنا منهم واحد اسمه الموقع الفلكي، وده انا بحدد في المكان على الخريطة وببدأ اشوف بقى الموقع الفلكي ده هو الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض، وببدأ أشوف خطوط الطول وببدأ أشوف دوائر العرض اللي عندي. إنما أنا عندي تعريف تاني خالص اسمه الموقع الجغرافي. الموقع الجغرافي كنا بناخدوه يا حبيب قلبي بالسنين اللي فاتت كلها، وكنا بنقوله يا مستر الموقع الجغرافي هو الموقع بالنسبة لليابس والماء. فلما أجي أبص كده هلاقي إن قارة أمريكا الشمالية، تعالى بقى نشوف الموقع الجغرافي على الخريطة أحسن. هلاقي ان قارة امريكا الشمالية ده اهي بيحيط بها من الشمال الحتة دي كلها كده اسمها المحيط القطبي الشمالي. يبقى شمال امريكا الشمالية حاجة اسمها المحيط القطبي الشمالي. طب جنوب امريكا الشمالية قال لي عندي حاجة اسمها البحر الكاريبي. استنى نمسح احنا خلاص عرفنا بقى خطوط الطول وعرفنا دوائر العرض وعرفنا الموقع الفلكي، وبقى لنا بقى الموقع الجغرافي. تعال نتكلم عنه. انا عندي قلنا قارة أمريكا الشمالية دي موجودة في الشمال هنا باسم، شمالها اسم المحيط المتجمد الشمالي أو المحيط القطبي الشمالي. المحيط القطبي الشمالي ده بيطل عليه قارة أمريكا الشمالية في الشمال. طب في الجنوب قال لي في الجنوب عندي حاجة اسمها البحر الكاريبي، وعندي حاجة اسمها خليج المكسيك. يبقى في الشمال المحيط القطبي الشمالي، في الجنوب البحر الكاريبي وخليج المكسيك، وفي الشرق المحيط الأطلنطي زي ما احنا شايفين، وفي الغرب المحيط الهادي زي ما احنا شايفين. يبقى أنا عندي في الشرق هنا المحيط الأطلنطي، وعندي في الغرب هنا المحيط الهادي، وعندي في الجنوب البحر الكاريبي، وعندي خليج المكسيك، وفي الشمال المحيط القطبي الشمالي. طب تعالى نمسك بقى الموقع الجغرافي لقارة أمريكا الجنوبية. هلاقيه في الشمال البحر الكاريبي، طب في الشرق المحيط الأطلنطي، وفي الغرب المحيط الهادي. هو نفس الشرق بتاع أمريكا الشمالية، وهو نفس الغرب بتاع أمريكا الشمالية، هو نفسه بتاع أمريكا الجنوبية. إنما ما فيش جنوب. يعني ما ينفعش أقول مثلا جنوب أمريكا الجنوبية إيه؟ هقول لك يا مستر ما فيش جنوب لأن مية المحيط الأطلنطي بتبدأ تختلط مع مياه المحيط الهادي، وأنا لسه قايلهم في الشرق والغرب، فمش بعيدهم تاني. يبقى انا اذا ايه؟ اذا احنا خدنا دلوقتي الموقع الجغرافي ده اللي انا بحدده على الطبيعه، وقلنا الموقع الجغرافي هو الموقع بالنسبه لليابس والماء. لما اجي ابص كده هلاقي ان قاره امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه متشابهين مع بعض في شويه حاجات. قال لي ان شرق امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه ان هما الاثنين شرقهم المحيط الاطلنطي، وان هما اللي بيفصلهم قاره اوروبا وقاره افريقيا. وفي الغرب عندنا المحيط الهادي، ودي اللي بتفصل عن قاره اسيا وقاره استراليا. طب امريكا الشماليه قلنا شمالها المحيط المتجمد او المحيط القطبي الشمالي، جنوبها البحر الكاريبي. امريكا الجنوبيه قال لي شمالها البحر الكاريبي. يبقى افهم من كده ان جنوب امريكا الشماليه هو شمال امريكا الجنوبيه، لان هما الاثنين لازقين في بعض. طب انا عندي بقى ايه اللي مختلف؟ اللي مختلف يا مستر قاره استراليا قصدي. قارة استراليا موجودة في نصف الكرة الأرض الشرقي، وهي موجودة في الجنوب. لما أجي أبص كده دي قارة استراليا قريبة من على قرب شوية. لما أجي أبص كده على قارة استراليا هشوف إنها بتحيط بها من الشمال بحر اسمه بحر أرافورا، وعندي بحر كمان اسمه بحر تيمور. يبقى أنا عندي بحر أرافورا وبحر تيمور بيمتدوا في قارة استراليا في الشمال، وعندي في الشرق المحيط الهادي، وفي الغرب عندي المحيط الهندي، وفي الجنوب المحيط الهندي. يبقى في الجنوب والغرب المحيط الهندي، الشرق المحيط الهادي، في الشمال بحر أرافورا وبحر تيمور. قال لي عبارة بقى لما نيجي نبص كده هلاقي إن قارة آسيا دي، قارة استراليا قصدي، عبارة عن جزيرة، لأن مفهوم الجزيرة احنا خدناها هو المكان اللي بيحيط بيه المياه من جميع الجهات. فلما أجي أبص كده لقارة استراليا هلاقي شمالها مية، وفي الشرق مية، وفي الغرب ميه، وفي الجنوب ميه. اذا هي عباره عن جزيره كبيره،
وإذا بيحيط بها المياه من جميع الجهات. يبقى احنا كده يا حبايبي خدنا قارات العالم القديم، وخدنا قارات العالم الجديد، وخدنا الموقع الفلكي، وخدنا الموقع الجغرافي. طب يا مستر، هل قارات العالم الجديد دي لها أهمية؟ قال لي طبعا مهمة جدا، ولو هي مش مهمة احنا هناخدها في منهجنا ليه؟ قال لي بقى هي لها 3 أهميات مهمين جدا هناخدوهم وكفاية علينا كده، هنبدأ نحل مع بعض. قال لي أول حاجة الموقع بتاع قارات العالم الجديد ده ليه أهمية كبيرة، ليه 3 أهميات. أول حاجة ليه أهمية استراتيجية، وأنا مش فاهم يعني إيه كلمة أهمية استراتيجية، دي كلمة دايما بناخدها على طول بس دايما بننساها. كلمة الأهمية الاستراتيجية معناها إن لو الحاجة موجودة عندي ومش موجودة عند دول كتير جدا من العالم فإذا هي قيمتها عالية. لما أجي أسألك أنا وأقول لك هو الحديد أهم أو قيمته أعلى ولا الذهب؟ هتقول لي يا مستر الذهب قيمته أعلى. طب ليه؟ عشان هو نادر. نفس القصة، أنا عندي هنا بعض الأماكن اللي موجودة عندي في القارة ممكن تكون هي لها أهمية استراتيجية. يعني إيه؟ يعني بتتحكم في كل دول العالم. زي مثلا قناة السويس عندنا، هي في مصر عندنا قناة السويس دي مهمة ولا لأ؟ هتقول لي يا مستر دي مهمة. مهمة ليه؟ لأن مش موجود منها كتير، وهي اللي بتتحكم في تجارة العالم كلها. أي حد عايز يتاجر من أي دولة بيجي يعدي تجارته من عندنا من قناة السويس. إذا قناة السويس دي بتشكل أهمية استراتيجية. طب زي ما احنا ما عندنا هنا أهمية استراتيجية في مصر، برضه في قارات العالم الجديد دول عندهم دول أو عندهم أماكن لها أهمية استراتيجية كبيرة. يبقى الأهمية الاستراتيجية اللي موجودة في قارات العالم الجديد اللي بتيسر التجارة العالمية، يعني بتسهل عملية التجارة، بتخلي الناس سهل إنها تتاجر. قال لي زي إيه؟ إحنا عندنا في مصر قناة السويس، بس مصر دي مش من ضمن قارات العالم الجديد، لأن مصر في قارة إفريقيا. طب إيه اللي عندهم يا مستر؟ قال لي عندهم قناة اسمها قناة بنما. قناة بنما دي قال لي دي من أهم الممرات المائية في العالم، يعني الناس بتعدي من عند قناة بنما دي عشان تسهل عملية التجارة وتنقل البضائع بتاعتها. طب إذا يا مستر قناة بنما دي بتسهل عملية التجارة ومش موجود منها كتير، يبقى إذا لها أهمية استراتيجية كبيرة. طيب قناة بنما دي مالها بقى؟ قال لي بتربط ما بين المحيط الأطلنطي وبتربط ما بين المحيط الهادي، وده خلى بدل ما كنت بتلف تعدي على مسافة كبيرة جدا بقيت بتعدي من عند قناة بنما وبيربطوا المحيطين ببعض، فسهل عليا كتير. قال لي ده مما ساعد على اختصار آلاف الكيلومترات اللي كانت بتقطعها السفن. يعني بعد ما كنت بتعدي وتقعد آلاف الكيلومترات وتقعد بالأيام عشان تنقل البضائع بتاعتك، ممكن تعديها من قناة بنما وسهل جدا ان انت توصل الناحية التانية وتعدي بكل سهولة. يبقى اذا ليها اهمية ايه؟ ليها اهمية استراتيجية. طيب رقم 2، قال لي عندي حاجة اسمها اهمية اقتصادية. انا عندي قارات العالم الجديد عشان هي مساحتها كبيرة. انا عندي قارة امريكا الشمالية ثالث اكبر قارة من حيث المساحة، وامريكا الجنوبية رابع اكبر قارة من حيث المساحة. اذا كل ما المساحة كترت كل ما المعادن اللي بقت تحت الارض دي بقت كتير. اذا قارات العالم الجديد دول قال لي ليهم تحت الارض كميات كبيرة جدا من المعادن. زي ايه يا مستر؟ قال لي زي معدن اسمه اليورانيوم ومعدن اسمه الحديد. الاتنين موجودين فين؟ قال لي الاتنين موجودين في دولة استراليا او في قارة استراليا. طيب قال لي الامريكتين بقى سواء كانت امريكا الشماليه او امريكا الجنوبيه فيهم ايه؟ قال لي فيهم كميات كبيره من الطاقه الاحفوريه. يعني ايه الطاقه الاحفوريه؟ قال لي يعني الطاقه اللي انا بستدل عليها او بجيبها عن طريق الحفر، زي البترول والغاز الطبيعي وزي الفحم. طب الحاجات دي بتفيدني؟ قال لي اه طبعا. بتفيدني في ايه؟ قال لي بتفيدني ان انا بسهل عمليه الصناعه وبسهل عمليه التجاره وببدا اشتغل واشغل ناس كتير. كمان قال لي عندنا مساحات كبيرة جدا من الأراضي الزراعية اللي احنا ممكن نزرعها، وعندنا موقع فلكي متنوع، فإذا في نباتات وفي كائنات حية وحيوانات بتعيش هناك في المناطق دي، فإذا ده بيشكل جذب سياحي
فبيخلي السياح تروح تدفع فلوس عشان تتفرج على الأماكن دي. فإذا دي ليها أهمية إيه؟ أهمية اقتصادية. عندي بعد كده آخر أهمية عندي وهي الأهمية الحضارية. بيقول لي قارات العالم الجديد دول لهم أهميات حضارية كبيرة. زي ما احنا مثلا في أفريقيا كان عندنا أهمية حضارية إن ظهرت عندنا حاجة اسمها الحضارة المصرية القديمة. كان في دول معينة في أفريقيا عندهم تقدم. وفي آسيا مثلا كنا احنا خدنا السنة اللي فاتت إن عندهم حاجة اسمها الحضارة الهندية، وعندهم حاجة اسمها حضارة الصين. يبقى إذا في دول معينة عندهم حضارات، يعني عندهم تقدم. زي ما حصل في حضارات في قارات العالم القديم، ففي حضارات مهمة في قارات العالم الجديد. زي مين؟ قال لي زي عندنا مثلا حضارات اسمها حضارة المايا وحضارة الإنكا. حضارة المايا والإنكا هناخدهم بالتفصيل الدرس اللي جاي. قال لي دي حضارات ظهرت في الأمريكتين، سواء كانت أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. وقارة أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأستراليا قال لي بدأت تجذب عدد كبير جدا من السكان اللي قاعدين في قارات العالم القديم. فبقينا لما نيجي نروح أمريكا نلاقي في ناس منها من أفريقيا قاعدة هناك، وناس من آسيا قاعدة هناك، وناس من أوروبا قاعدة هناك. فإذا في خلط ما بين الثقافات نتيجة كثرة الهجرات إليها. فتبص تلاقي إيه؟ تلاقي في حضارات متنوعة وفي ناس وفي حياة قاعدين هناك موجودين في قارات العالم الجديد دول. عشان كده ليهم أهمية حضارية كبيرة. احنا كده اتكلمنا على أول جزء عندنا في الدرس الأولاني اللي هو قارات العالم الجديد. تعالى بقى نطبق ونشوف الراجل ده عايز مننا ايه وازاي نحل الأسئلة دي. بيقول لي تتشابه قارتي أمريكا الشمالية والجنوبية في ايه؟ هما الاتنين متشابهين في ايه؟ في مساحة كل منهما؟ قال لي لا، دي بتشكل ثالث أكبر قارات العالم، والتانية بتشكل رابع أكبر قارات العالم. الحد الجغرافي الشرقي يعني هما في الشرق بيحيط بهم ايه؟ قال لي بيحيط بهم المحيط الأطلنطي. طب في أمريكا الجنوبية برضه المحيط الأطلنطي. يبقى هي دي الإجابة. السؤال رقم ب بيقول لي أي من المسطحات المائية التالية يمثل الحد الجنوبي والغربي لقارة استراليا. لما نيجي نبص كده على قارة استراليا، احنا قلنا في الشمال في بحرين، بحر اسمه بحر أرافورا وبحر اسمه بحر تيمور. طب في الجنوب يا مستر؟ قال لي في الجنوب عندي المحيط الهندي، وفي الغرب المحيط الهندي. يبقى هو المحيط الهندي. طب ما النتائج المترتبة على حفر قناة بنما؟ هتقول له يا مستر سهل الانتقال بين المحيط الأطلنطي والمحيط والهادي، وكمان ساعد على توفير آلاف الكيلومترات اللي بتقطعها السفن. طب دلل. بيقول لي تزخر أراضي قارات العالم الجديد بثروات طبيعية هائلة. احنا عايزين نعرف القارات دي فيها ثروات ايه. هقول له يا مستر مثلا في قارة استراليا في العديد من المعادن زي اليورانيوم وزي الحديد. وعندنا في قارات العالم الجديد زي الامريكتين عندي برضو كميات كبيرة من الطاقة الإحفورية، وعندي أراضي زراعية وتنوع في البيئات. طب هنا بقى بيقول لي ايه؟ تعد قارات العالم الجديد بيئة ثقافية متنوعة. هقول له بسبب اختلاط الهجرات، بسبب كثرة الهجرات الوافدة إليها، لأن في ناس كتير جدا بتروح تهاجر في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأستراليا. النهاردة احنا اتكلمنا على الجزء الأولاني. أنا بس مش طالب منك غير إن أنت تذاكر الجزء ده، ولو عندك أي استفسار أو أي سؤال سيبهولي في الكومنتات وهرد عليك في أقرب وقت. سلام.